السلام عليكم، ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدا في اول نواعم من نواعم العيد، وهو كحك العيد. كحك العيد اكتر حاجه الناس كلها بتحبها وبتحب تبدا بيها كده، لان طبعا هو بيقعد معانا فتره طويله. عايزه اقول لكم بقى ان انا بستغرب جدا في ناس كتير لسه بتشتري كحك العيد من بره. ليه ما تعملهوش في البيت؟ الاسعار بره فعلا خزعبليه، اسعار مبالغ فيها. حتى لو الكحك معمول بسمنه بلدي خالص، مش متخلط عليه اي حاجه، يعني صعب جدا يكون بالثمن اللي هو بيتباع بيه بره. ففي طبعا ستات كتير بتحب تريح نفسها، هو مش متعب علشان تشتريه من بره، هو مش هياخد منك اي وقت خالص. نظمي نفسك، ممكن تعملي كل يوم حاجة واحدة بس من نواعم العيد، وابدأي بالكحك كده لانه سهل وظريف وجميل، ومش شرط خالص ان انت تنقشيه. ممكن تجيبي بصامة. في الفيديو ده هقول لكم على كل اسرار الكحك، ازاي يطلع معانا دايب وناعم وجميل جدا وبمنتهى البساطة. يلا بينا نسمي بسم الله، نبدأ على طول في الوصفة. انا كنت طبعا عملت معاكم على القناه قبل كده الملبن، وانا عملته قبل ما ابدا خالص في الكحك. عملت الفيديو موجود على القناه، هحط لكم الرابط بتاعه في الوصف. ممكن طبعا تشتروه. ده نص كيلو من الملبن. بدهن ايدي زيت كده، وبعد ما حطيت عليه معلقه كده من السمنه البلدي، وهبدا اكوره زي ما انتم شايفين. حجم الكوره الواحده ممكن تبقى 5 جرام او 8 جرام زي ما تحبوا، على حسب حجم الكعكه بتاعتكم. هنجيب دلوقتي الدقيق اللي انا هستعمله في الكحك. هو دقيق الضحى. ممكن طبعا تستعملوا دقيق الكوثر، دقيق الطحان، اي نوع انتوا استعملتوه قبل كده ولقيتوه ان هو كويس. هحط الدقيق بعد ما نخلته، وعليه معلقه كبيره من السكر البودره. وريحه الكحك اللي عملتها معاكم الفيديو اللي فات هناخد منها معلقه صغيره هرميه بالشكل ده. كمان هحط دلوقتي 3 معالق كبار مليانين من السمسم المحمص. ممكن تحطوا سمسم ني، بس انا طبعا بحب جدا طعم السمسم المحمص. معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، ورشه ملح صغيره حوالي 5 جرام. هنقلب المقادير الجافه على بعض، وهنبدا دلوقتي بقى نجيب السمنه بتاعتنا. هنجيب الميزان وهنوزن السمنه مع بعض علشان تشوفوا احنا هنحط قد ايه سمنه. دي طريقة ان احنا بنصفر الميزان. الناس اللي عندها الميزان ده، احنا بنحط الحاجة وبعدين بندوس على الزرار الاولاني ناحية اليمين، الميزان بيعمل صفر. بتحطوا بقى اي حاجة انتوا هتوزنوها عادي جدا. هنوزن السمنة بتاعتنا بالكوباية وبالجرام زي ما انتوا شايفين. السمنة مرملة من العلبة، دي السمنة البلدي اللي احنا عملناها مع بعض، بس طبعا من غير اضافة زيت. يعني الوصفة دي كانت سمنة مخلطة، سمنة بلدي على سمنة عادية من غير اضافة زيت. حطينا كده كوبايتين من السمنة المرملة، مش ساقعة ولا سمنة سايحة. وطبعا هنشوف دلوقتي هم هيطلعوا قد ايه. كده 3 كوبايات، وهناخد بقى منهم لحد ما يبقوا 550. يبقى ال 550 جرام هيطلعوا معانا 3 كوبايات الا، بصوا، اقل من ربع كده، عرض الصباع، او يعني لو وزناهم بالمعلقه ممكن يطلعوا حوالي 3 معالق كبار مليانين. حطينا السمنه على النار وهنسيبها كده لحد ما هتشوفوا شكلها عمل ازاي. انا طبعا معليه النار على الاخر علشان اخلص بسرعه. بصوا الرغوه اللي ظهرت فوق دي. بس كده، انا مش عايزه اقعد اغلي في السمنه، لان السمنه دي سمنه بلدي، زبده فلاحي بلدي. انا حولتها لسمنه، وخلطت عليها سمنه من ايه، من سمنه من العلب، او ما خلطتيش براحتك. المهم ان انت ما تقعديش تغلي في السمنه كتير جدا، مش عايزينها طعمها يبقى محروق. لا يعني خليها بس لحد ما تسخن، وتبدا إن الرغوه تطلع فوق، يعني هتبدا تغلي خلاص. اقفلي عليها، ما تسيبهاش تغلي وقت طويل وتسود. هنحط بقى دلوقتي السمنه زي ما انتم شايفين موضح في الفيديو، بالمغرفه شويه بشويه على الدقيق، مع التقليب بالمعلقه الخشب، لان هي بتستحمل المعلقه الخشب يعني. وطبعا ما ينفعش تستعملي سيليكون. دلوقتي هحط السمنه بالتدريج لحد ما اخلص كل المقدار، وهقلب، يعني هحط شويه واقلب. السمنه سخنه زي ما انتم شفتوا، وبتفور على الدقيق، ما ينفعش تنزلي بيها مره واحده على الدقيق عشان ما يتحرقش. وكمان بيديكي كده طعم ان إن الكحكايه في الاخر يبقى طعمها كده زي الشيطه او المحروقه. فانت اعملي الطريقه دي بجد هتدعيلي. بعد كده هنبدا بقى نعمل ايه؟ نقلب كده ونضيع الدقيق خالص بالمعلقه الخشب، لان طبعا بتبقى سخنه جدا جدا، ما ينفعش ان احنا ندخل ايدينا سخنه جدا. هناخدها بقى كده ونحضر، نركنها على جنب، ونحضر بقى ايه السوائل اللي احنا هنحطها. نص كوبايه من الميه، وربع كوبايه من الحليب. الميه تكون دافيه او الحليب دافي ايا كان. معلقه كبيره مليانه من السكر، معلقه كبيره مليانه من الخميره. الكحك بتاعي كده مظبوط يعني، او اقل من المظبوط في نسبه السكر، لان انا ما بحبوش مظبوط في السكر، احبه اقل، لاني بحط عليه سكر بودره. لكن لو انت عايزه الكحكايه بتاكليها
وهي سكرها مظبوط من غير اضافه سكر بودره، هتضيفي كمان معلقه او معلقتين من السكر، ومش هيأثر نهائي خالص على قوام الكحك بتاعك ابدا. هنبدأ بقى نبس الكحك بتاعنا اول ما يبدأ يبرد او يبقى دافي. لكن انا علشان مستعجله وهعمل كذا حاجه، فهحطه بقى في العجان وهستعمل الكف، وهسيبه كده حوالي 6-7 دقايق يبس نفسه يعني. الخميره بتاعتنا كانت اختمرت وارتفعت زي ما انتوا شايفين كده، والكحك بتاعي يعتبر كده خلاص اخد وقته، وزي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي. طب انا لو مش عندي عجان هبس الكحك مدته قد ايه؟ ما تستخسريش ابدا الوقت في بس الكحك علشان تاخدي احسن نتيجه، وهي دي تعتبر اهم خطوه. يعني ممكن تبسي الكحك بتاعك ربع ساعه، زي ما تحبي، من 10 لربع ساعة، يعني من 10 دقايق لربع ساعة كده. بعد بقى ما خلصنا بس وخلاص حطيناه في الإناء اللي احنا بنعجن فيه، هننزل عليه بالسوائل كده بالتدريج، مع التقليب برضو بالمعلقة الخشب لحد ما السوائل تبدأ تروح خالص. الكحك بعد ما بسيناه زي ما انتوا شفتوا كان سايح جدا، قوامه كده كان زي شبه عجينة البيتيفور، لكن لما بنبدأ نحط عليه السوائل بيبدأ يتماسك، ودي يمتص السوائل دي ويبدأ يمسك نفسه شوية. خلصنا كل السوائل، والسوائل دي مظبوطة جدا جدا. امتى هعرف القوام ده مظبوط ولا لا؟ هوريكم دلوقتي. هتشوفوا معايا دلوقتي شكل الكحكايه. لو احنا بعد بقى ما خلصنا كده وضيعنا السوائل، طبعا احنا مش بنعجن مبدئيا، دي اول حاجه يعني مهمه جدا خلوا بالكم منها. احنا ما بنعجنش نواعم العيد، احنا بس بنضيع السوائل. قلبت بالمعلقه ودخلتش ايدي خالص كده، خلاص تمام. لمده قد ايه؟ لمده دقيقه او دقيقتين. اخدت حته كده وكورتها مش مشققه من الجوانب، ده معناه ان هي كده مظبوطه. طب لو انا جيت ضغطت عليها لقيتها مشققه حاجه بسيطه، هضيف لها معلقه من الميه او معلقه من الحليب المتوفر عندك. لو مش مشققه كده تمام. المناقيش انا عندي كده منقاش واسع زي ما انتوا شفتوا السنون بتاعته، ومنقاش سنونه ضيقه. المنقاش اللي سنونه واسعه بيطلع النقشه بتاعتنا واسعه، وممكن نستعمله في المعمول زي ما انا هعمل معاكم ان شاء الله. لكن انا هستعمل منقاش اللي سنونه ضيقه ويكون تقيل شويه، ما تجيبوهوش خفيف وما تجيبوهوش كمان بينتش. يعني حطي ايديكي من جوه المنقاش، جيبيه كده سنونه مستويه مع بعض، مش معوجه، مش السنان مش جايه على بعضها، لا هاتيها مستويه على بعضها وما يكونش بينتش. اخدت بقى كده قطعه وكورتها. انا بحب اغطي الكعك بتاعي، العجينه بتاعتي بحب اغطيها وابدا اكور منها واشتغل واحشي واشتغل على طول. ما بحبش اكورها كلها واسيبها اغطيها وبعدين اشتغل فيها، لان هي ممكن تنشف واجي انقشها هلاقي النقشه بتاعتي طلعت، العجين بتاعي طلع في المنقاش. فانا بحب جدا الطريقه دي، اخد قطعه واكورها واحشيها وابدا انقشها على طول. وزن الكعكايه الواحده انا عملتها 30 جرام، يعني متوسطه، وحشيتها وبعدين نقشتها. دي النقشه الاولانيه، هوريكم دلوقتي في الفيديو كذا نقشه. ممكن ما تغلبوش نفسكم خالص وتجيبوا المصامه ومفيش اي مشكله، لكن انا بحب جدا علشان احس بالعيد احب انقش جدا كحك العيد ومعمول العيد. ان شاء الله لما اعمله معاكم هتشوفوه. طبعا دي النقشه التانية. بنعمل خطوط بالطول وخطوط بالعرض، ممكن 4 خطوط أو 3 خطوط، على حسب ما تلاقيها حلوة قدامك، وعلى حسب كمان حجم الكعكاية بتاعتكم. ما بندهنش الصاج أي حاجة خالص، وما بنشغلش الفرن قبل ما بنبدأ. احنا بعد ما بنخلص بنسيب الكحك بتاعنا يختمر مش أقل من ساعة، أقل مدة ساعة. هنعمل دلوقتي علامة الزائد كده في الكحكاية، ونبدأ بقى ايه نجيب خطوط كده زي ما هو موضح في الفيديو. طريقة سهلة وبسيطة، وكمان هنعمل ورقة الشجرة، حاجة مختلفة وحاجة شكلها حلو قدام الضيوف، وكمان علشان أولادكم يفرحوا كده في العيد. بص بقى أنا بعمل كده من الجوانب تحت، على كل الجوانب بسن. يعني أنا وريتكم كده، شاورتلكوا على المنقاش مش بيه كله، لأ بسنه بس. وبعد كده هبدأ أعمل ثقب في النص بأي حاجة، أي حاجة متوفرة عندكم، وهبدأ أعمل كده بالمنقاش دايرة. انا مش بضغط قوي على المنقاش، انا ايدي خفيفه جدا، لان لو ضغطت قوي ممكن جدا قطعه عجين تطلع في المنقاش. طب لو انا جيت نقشت ولقيت العجين بيطلع في المنقاش بتاعي، ده معناه ان العجينه بتاعتكم يا اما سخنه، يا اما هي عايزه معلقه من السوائل، معلقه او معلقتين من السوائل. فريحيها يعني ما تنقشهاش وهي سخنه ولا دافيه. حتى انت ممكن تكوري واحده 3 4 وتبداي في اول واحده انت بططيها. بصوا بقى دي شكل الورقة، ورقة الشجر. بنعمل خط في النص كده وبنخلي فيها سمك علشان شكلها يبقى حلو من الجوانب. بنعمل بقى من المنقاش كده
نضغط عليه من الجوانب علشان يدينا شكل ورقة الشجرة ويبقى شكلها حلو جدا وشكلها فعلا مميز وجميل قوي. الكحك بتاعنا احتفظ بشكله وقوامه كان ناعم جدا جدا زي ما شفتوا في اول الفيديو. بجد كان تحفة حلو جدا جدا. ان شاء الله اكيد لما تجربوه انا متأكدة ان هو يعجبكم، مفهوش ولا غلطة. كمان ممكن ما تحشوش خالص، انا حشيت كمية صغيرة جدا وبقية الكعك بتاعي انا ما حشيتوش، حطيناه كده في الصينية مش مدهونة اي حاجة. خلصنا كل المقدار. بعد ما خلصنا كل المقدار بتاعنا هنسيبه بقى يختمر كده لمدة ساعة ونص لساعتين، او ممكن ساعة دي اقل حاجة، اقصى حاجة ساعتين. وبعد كده هنسخن الفرن بتاعنا جدا بقى على درجة حرارة 200. وبعد ما ندخل اول صاج هنخفض درجة الحرارة ل 180 او 170 كمان، ونسيبه بقى يستوي كده، ونلف الصاج على الرف الاوسط لحد ما ياخد لون ذهبي حلو زي ما انتم شايفينه كده من تحت ومن فوق. ممكن بقى الفرن بتاعي ما يكونش بياخد يعني بيدي لون ذهبي من فوق، نرفع بقى الصاج بتاعنا في اخر التسوية، يعني اخر 5 دقايق نرفعه فوق خالص عشان ياخد لون حلو من فوق كمان. هنخلص كده ونحطه بقى في علبة محكمة الغلق ونشيله لحد ان شاء الله ما نستعمله. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والتعليق ان شاء الله لو عجبكم.